السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أحلى متابعين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة تركية كتير طيبة، وعن جد إذا جايكم ضيوف ب10 دقايق بتصير معكم. هي كمان يعني كتير قريبة على رموش الستي اللي عنا. الوصفة كتير سهلة وكتير طيبة. يلا خليكم معي لنبلش بالوصفة. هلأ بدنا نساوي القطر. أول شي مشان يبرد بدي كاسة ونص من السكر مع كاسة كبيرة كمان مي. بنخليهم يغلوا على الغاز. بعد ما غلوا بنضيف عليهم بربع المعلقة حمض الليمون، خليه يغلي دقيقة حركه وبعدين خلاص هيكون مسالم. هلا بنبلش بالمكونات. مكوناتنا كتير سهلة. 125 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، كاسة شاي من اللبن اليود، كاسة شاي من السميد الناعم، بيضة واحدة، كاسة شاي من الزيت، زيت نباتي، وعنا ظرف بيكنج باودر وظرف فانيليا. وهلأ بنخلط المكونات كتير منيح مع بعضها. يفضل يكون المكونات بحرارة الغرفة. وهلأ بنضيف 3 كاسات ونص من الطحين بالتدريج، ونضيف عليهم نص معلقة ملح. وهلأ شفتوا كل المكونات حطيناهم فوق بعضهم ونخلطهم كتير منيح. هي الوصفة اسمها عنا بالعربي رموش الست. كمان كتير طيبة وسهلة مثل ما شفتوا. مكوناتها كتير بسيطة. هدول هن مكوناتها. هلأ بنعجن المكونات مع بعض. شوفوا شلون هيك لازم يكون قوام العجينة. أنا بدي أحشيها جوز، هو اختياري طبعا. فيكم تعملوها بالشكل اللي بتحبوه، يعني لا تقيدوا بالشكل أبدا، بس أنا حابة أعملها بهالشكل. مثل ما شفتوا إذا عندكم هي تبع الزيت اللي بنقلي فيها البروستد، حطوا الجوزات ومثل ما شايفين هذا الشكل اللي أنا حبيت ساوي. فيكم تحشوها سادة وفيكم تحشوها بجوز، كتير عادي يعني انتوا شو تحبوا فيكم تساوي. شوفوا شلون منظرها هيك كتير حلو ومرتب. فيكم تعملوها على شكل دوائر كمان. وهلأ هي الصينية كاملة معي. طلع العيار اللي ساويته صينية كبيرة. هلأ بنحط الفرن، بنحميه الفرن على حرارة أقوى حرارة. إذا عندكم مروحة بالفرن شغل المروحة ويطلع الطعمة أطيب وبتستوي أكثر من قلبه وما بتاكل معكم وقت كتير. وهلأ هيك معنا بعد ما طلعت من الفرن. هلأ بنصب القطر اللي سويناه أول الفيديو، وهي طبعا سخنة صينية. وهي الصينية بعد ما بردت هلأ صارت جاهزة للتقديم. شو رأيكم بهيك وصفة كانت كتير سهلة وطيبة والأشهى من هيك؟ كون خبر إنه جايكم ضيوف ب10 دقايق بتسووه، بتحطوه بالفرن وبتطلع ولا أطيب ولا أشهى من هيك. إذا عجبتكم الوصفة حطولي لايك وتعليق حلو مثلكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة.
باحبكم كتير، يالّا باشوفكم فيديو تاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.